ما هو المش المصري وكيف يصنع؟ المش المصري عباره عن احنا عندنا دكتوراه في الجبنه القريش. المش المصري ده احنا بنجيب ست الله يرحمها، الله يرحمها الله يرحمه. ويكون في الفردوس ان شاء الله. ان شاء الله. كانت بتجيب بلاص كبير كده، وبعدين تروح تجيب الجبنه القريش. احنا كنا كانت ممكن توضح البلاص برضه عشان البلاص ده شيء عامل زي الازازه كده كبيره، فاهم؟ ايوه من الفخار يعني. كانت بعد كده بتجيب جبنه القريش، تمام، وتحطها في البلاص وتحط عليها بقى ايه، خل وملح وشطه كتير، تمام، وبتقفلهم لحد ما يدوب بقى. وبعد لا قصدك لحد ما يخمر. ماشي، لحد ما يخمر ويطلع له دود. قصدك لحد ما يخمر؟ لا لحد ما يخمر. انت بتقول له الاجابه يعني. خلاص لحد ما يخمر. لحد ما يخمر. اول ما يخمر بقى بيبقى الجبنه دي بتنزل ايه بقى، المش بقى اللي هو الشش بتاع الجبنه، وتاخد الجبنه كده ناشفه كده تبقى جبنه قديمه طرش الطرش، والمش بقى هو ده اللي هو الصراحه عجبني في الشرح بالتفصيل يا وقريب اما هو عملها لك من نفس بايده الإجابة. والا بلس 2. الله